لو كل سنة بتبدأ ب10 أهداف ومش بتحقق ولا واحد فيهم، فالفيديو ده معمول ليك. المشكلة إن إحنا بنحب نعمل كل حاجة مرة واحدة، جسم مثالي، فلوس وشغل وتعلم لغات، كل ده بتحب تعمله في نفس الوقت. بتبدأ متحمس بس بعد شوية بتقع وبتسيب كل حاجة. الفيديو ده هيوضح لك حاجة واحدة بس تركز عليها وتمشي عليها خطوة بخطوة. علشان نحل أي مشكلة لازم نفهم إيه هي المشكلة الأول. مشكلتنا إن إحنا بنحاول نكون 5 أشخاص في نفس الوقت، واحد عنده 6 باكس، واحد عامل شيفت كارير وبيقبض بالدولار، واحد عنده لغتين 3 وبيحاول يضبطهم. والمشكلة بقى إن أنت بتقلدهم، وأي محاولة منك إنك تعمل الموضوع ده بتتحول لفشل في الآخر. والطريقة اللي تمشيك صح هو إنك تحدد هدف واحد واضح، هتكون حاجة واحدة بس ونستمر عليها. فمثلا الGPS لو فضلت تغير العنوان كل شوية عمرك ما هتوصل للمكان اللي أنت عايزه. حدد أولوياتك وابدأ بالحاجة المهمة ليك أنت بس، سواء كانت شغل أو إنك تعمل علاقات أو تبني جسم حلو أو إنك حتى تسافر أو أي هدف معين أنت حاطه لمدة معينة. حدد الأولويات بتاعتك وابدأ بيها. ففي الحالات دي أنت لو مش معاك شغل فأنت ولا هتعرف تسافر ولا هتعرف تعمل علاقات ولا هتعرف. الشغل ده أنا باقصد أنت تجيب مصدر دخل معين أو فلوس بمعنى أصح. أنت لو وصلت لحد هنا فأنا هاقول لك على خطة ال3 شهور، وهي إنك تركز 4 ساعات بس كل يوم ويكونوا ثابتين، ما تقطعهمش نهائي. وصدقني ال3 شهور دُولة هيجيبوا لك 360 ساعة. فأنت لو اشتغلت على أولوياتك ال360 ساعة دُولة هيفرقوا معاك جدًا وهتبقى مختلف تمامًا عن النسخة اللي قبل كده، اللي هو قبل ال3 شهور. وأهم حاجة إنك لو وقعت في النُص لازم تكمّل. علشان كده أنا هنا على القناة دي باعمل معسكرات. خلّصنا الحمد لله المعسكر الأول قبل نهاية السنة. فبداية السنة الجديدة بقى مع أول 3 شهور عامل لك معسكر جديد إن شاء الله يعني، وهو إن إحنا بنفتح كل يوم من الساعة 6:00 لحد الساعة 18:00. قدامك 12 ساعة، اختار 4 ساعات فيهم وتعالَ التزم معايا، وأهم حاجة إن هم يكونوا ثابتين. أنا مش سايبك لوحدك أهو. والنقطة اللي بعد كده إنك تقسّم الهدف الكبير لأهداف صغيرة. لو هدفك إنك تذاكر منهج كامل أو باب كامل في الكيميا مثلًا، فما ينفعش إنك تقول أنا هاخلّص كل ده في يوم، ده كده هدف غلط. والهدف الصح إنك تاخد النهارده محاضرة، بكرة محاضرتين، بعده أحِل على المحاضرتين اللي فاتوا وأحِل عليهم. والهدف الكبير بيتحقق لمّا تقسّمه لشوية أهداف صغيرة. وأهم حاجة إنك تخصص وقت لكل هدف فيهم علشان يخلصوا. بعد ما خلصت الخطوة دي هنخش على الخطوة اللي بعدها، وهي إنك تركّز على الخطوة اللي قدامك دي بس. ما تبقاش تايه ومشتت وتفضل تبُص على كل الخطوات. لأ، أنا هاركّز على الخطوة دي دلوقتي وبس. ما ليش دعوة بالباقي. وآخر حاجة ودي اللي بيتبني عليها أي خطة إحنا بنحطها، حضّر مكانك وقلل مشتتاتك واشتغل على العادة مش النتيجة. وصدّقني 4 ساعات كل يوم بتركيز ومن غير تشتت أحسن بكتير من 10 أو 12 ساعة. وعشان كده بقى هاقول لك على 4 مراحل اللي أنت هتمُر بيهم. هتقول لي عرفت إزاي؟ هاقول لك كمّل معايا بس وما لكش دعوة. وأول مرحلة هي مرحلة التأسيس، وهي إنك تبني عادة معيّنة وبس. ما لناش دعوة بالنتايج. النتايج ما لهاش أي لازمة دلوقتي. الفكرة في العادة. أنا كل يوم هادخل مع عمر من الساعة كذا للساعة كذا لايف. هادخل أكتب له comment يا عمر أنا موجود والنهارده اليوم الأول، يا عمر أنا موجود والنهارده اليوم التاني. امشي معانا في التحدي واحدة واحدة وأسِّس العادة دي بس، وإن شاء الله هتفرق معاك جدًا. تاني حاجة هي مرحلة الملل. والمرحلة دي أنت هتحس إنك ملّان جدًا، ما فيش جديد، بتعمل كل حاجة وما بتشوفش نتايج في الآخر. عايز أعرّفك بقى إن ده الطبيعي، والمهم إنك تكمّل حتى لو مش حاسس بأي حاجة. المهم إن أنت تستمر وتكمّل. وتالت مرحلة يا صديقي مرحلة الضغط. هتحس إنك مضغوط. أهم حاجة بقى إنك تعمل أي حاجة تقدر عليها بس ما توقّفش. عشان ما ترجعش لنقطة الصفر تاني. ولو عملت ال3 خطوات دول يا صديقي أضمن لك مرحلة الحصاد. ساعتها بقى أنت هتزوّد مجهودك لوحدك، وال4 ساعات مش هيبقوا 4 بس، أنت هتزوّدهم. وده مش عشان أنت متحمّس، لأ، علشان أنت فعلًا لقيت نتيجة. وإحنا دايمًا بنسعى للنتايج. خلاص بقى أنت فهمت اللعبة وهتستمر عليها إن شاء الله. فتعالَ أقول لك كده الخلاصة بكل بساطة. ابدأ بهدف واحد، قسّمه لأهداف صغيّرة، ركّز على المهمة اللي قدّامك، اشتغل عليها 4 ساعات كل يوم واستمر، 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 استمر، 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 استمر. مهما يحصل استمر. ودلوقتي أنا عايز منّك حاجة صغنطوطة خالص، طلب بسيط. قوم دلوقتي اكتب هدفك وابدأ دلوقتي حالًا. وأنا عمر أبو رزق وأتمنى تحققوا أحلامكم. دمتم بخير.